ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل طبق الكشري القمر ده بطريقه سهله جدا وبطريقه زمان. يا رب تعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك. ندخل بقى على الطريقه والمقادير على طول. انا هحط كده حله على النار فيها ميه وحطينا فيها معلقه ملح عشان نسلق فيها المكرونه. لما تغلي هنضيف لها كيس مكرونه اسباجيتي. تمام. في حله تانية كده على النار هنحط فيها زيت وبصله مفرومه وفصين توم كده، ونحط فيها الطماطم عشان نعمل صلصه الكشري. هنضيف لها بقى التوابل، نحط كده الملح وفلفل اسمر وكمون، ورشه سكر وشويه كده بابريكا عشان يعززوا اللون معانا شويه. ونسيبهم بقى برضو على جنب كده لما يسبكوا كده ويبقوا كويسين معانا. تمام. هنا بقى انا كنت حمرت البصل بس للاسف المقطع اتحذف، مش عارفه إيه اللي حذفه بصراحه. يعني انا حمرته في الحله دي عشان الزيت اللي يفضل. عملت منه التسبيكه بتاعه الصلصه بتاعه الكشري، وعملت منه الشعريه. حمرت كده الشعريه بالشكل ده، حوالي كوبايه شعريه كده او نص كوبايه على حسب الكميه اللي هتعمليها. وبعدين ضفت لها الرز وقلبتها شويه كده مع بعضها. وبعدين ضفت الميه والملح وظبط الميه بقى عشان الرز كده يبقى مظبوط معاكي. وضفت الملح وغطيت عليه برضو وسبته لما يستوى معانا. هنا برضو حطيت كده حله على النار وحطيت فيها كده، غسلت العدس ابو جبه كده وحطيته فيها. وحطيت لها بصله وورقه لورا وفلافل برضو، ملح وفلفل. لازم كل حاجه تبهريها لان كل حاجه هتبقى لوحدها. وهنا الرز كان استوى والمكرونه استوت والصلصه استوت والعدس برضو استوى وصفيته. وكل حاجه طلعت معانا بالشكل ده كده. نغرف بقى ونقدم الطبق وبألف هنا وشفا. قولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات. طريقة سهلة جدا وبسيطة. ايه رأيكم؟ الطريقة دي اسهل ولا الطريقة اللي بنعمل الحاجات كلها في حلة واحدة؟ الكشري اللي هو بتاع الحلة واحدة. لو حابين الكشري اللي في حلة واحدة اكتبوا لي في الكومنتات وهعمله لكم ان شاء الله. شايفين ما شاء الله طبق؟ يعني بجد حاجة كده من الآخر. شايفين ما شاء الله جميل جدا ازاي. هنحط بقى بالتدريج كده. حطينا كده طبق، يعني طبقة من الرز، وبعدين طبقة من المكرونة، وبعدين طبقة من العدس، وبعدين طبقة من الصلصة بتاعة الكشري. ولو حابة تعملي الدقة برضو اعمليها، انا ما حبيتهاش. وضفت البصل بالشكل ده. ما تنسوش اللايك والاشتراك. سلام عليكم.